السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وبناتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام سناء من قناة بيتك اجمل. والنهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه يا بنات؟ هنجهز مع بعض البامية الويكة والبامية الطبيخ للعيد. وبرضو لو جايبة لحمة مفرومة وعايزة تفرزيها للعيد هقولك تفرزيها ازاي. اول حاجة كده يا بنات، انا جبت البامية دي البامية الويكة اللي هي بتبقى بامية كبيرة كده. دي بتبقى حلوة في الويكة. اول حاجه كده بتغسليها غسله كده سريعه، وبعدين بتنقعيها بقى بشويه خل كده زي ما انت شايفه. بس بعد ما اتنقعت بقى ايه، هبدا بقى اغسلها واحده واحده. هتقولي لي هي الباميه بتتغسل واحده واحده؟ اه طبعا، لان هي في الحروف بتاعتها دي بيبقى فيها طينه كده. لو ما غسلتهاش واحده واحده ما تطلعش معاكي. فتخلي بالك بقى من الموضوع ده كويس، لان طبعا بتبقى معروضه في الشارع ومن ايد لايد. فيعني لازم تتنقع كويس وتتغسل كويس. كده بقى احنا شطفناها اهو زي ما انت شايفه كده. هسيبها بقى تتصفى شويه كده، وبعدين بقى ايه ناخدها نقمعها. كده بقى يا بنات هنقمعها بالشكل ده. بصي كده بالسكينه بالحرف من فوق كده، تاخديها بدوران وتشيلي الجزء اللي تحت دوت، وتعمليها بالسكينه من النص كده، تشقيها من النص كده. طبعا الستات هتقولي بقى انت هتعلميها تقميع الباميه؟ هي تقميع الباميه شغلنا؟ لا يا حبيبتي، انا مش بعلمك. لازم نبقى عارفين ان يعني في ناس كتير ما دخلتش المطبخ وما عندهاش فكره عن اي حاجه في المطبخ، بالذات البنات الصغيره. فاحنا طبعا لازم نعلمهم كل حاجه، عشان ما يحسوش ان موضوع المطبخ دوت والطبيخ حاجه صعبه وحاجه كبيره عليهم يعني. وبعدين عادي يعني، كلنا بنتعلم من بعض. الواحد طول ما هو عايش بيتعلم كتير. بص بقى بعد ما قطعتها كده من النص كده، باخدها بقى كده حلقات زي ما انت شايفه. عشان دي كده ايه الباميه الويكه، لازم تتعمل حلقات كده. كده خلصتها كلها. هنعمل لها بقى شوربه. يعني انت لو عندك شوربه في البيت عادي، طلعي شويه شوربه عادي واعمليها. ما عندكيش بقى تعملي ايه؟ بصي كده هتجيبي شويه ميه سخنين، يعني تغلي ميه في الكاتل مثلا وتسيبيها تبرد، تبقى دافيه كده. تحطي عليها كيس مرقه دجاج بطعم اللحمه الفراخ زي ما يعجبك. وهتعصري كده بص عصره ليمون كده خفيفه، يعني ما تاخديش النص ليمونه للاخر. ونص معلقه فلفل اسمر، وتقلبيهم بقى مع بعض. ما تقلقيش، هي المرقه دي بتبقى لونها ابيض كده. هننزل بيها بقى كلها على الباميه، ونقلبها تقليبه ايه يعني سريعه كده. ما تقلبيش كتير عشان ما تعملش معانا عرق. احنا بس بنعمل لها الشوربه دي عشان تحفظها، عشان ما تسودش، وعشان ما تبقاش عامله بقى كده مزلقه كده. بصي كده انا حطيت كيس في علبه عشان احط الكميه اللي انا عايزاها يعني. انا كنت جايبه كيلو ونص، اخدت منه نص كيلو عملته جنب الاكل، وده عملته على كيسين. انت بقى ممكن تعملي الكيلو على 4 اكياس لو انتوا مثلا عددكم قليل شويه، زي ما تحبي، بس هما يعني بنفس الطريقه. هتقولي كميه الشوربه اللي حطيتيها قد ايه؟ هي يعني نص كميه المقدار اللي المفروض يتحط للباميه. يعني انت لو تحطي كوبايتين شوربه للباميه، هتحطي نص المقدار بس، لانك انت لما تيجي تطلعيها عشان تعمليها هتحطيها في شوربه. فاهمه؟ بس كده خلاص، كده عملناها بمنتهى السهوله ولا اي مشكله، تبقى كده جاهزه على طول على الطبيخ على طول. وهعملها برضو معاكم ان شاء الله في العيد، واقولك الباميه الوجه بتتعمل ازاي بالطريقه الصعيدي بقى، اللي هي الطريقه الاصليه. نيجي بقى للباميه الطبيخ. بصوا بقى، انا ما كنتش جايباها في نفس اليوم عشان ما لقيتش باميه صغيره، قلت اجيبها تاني يوم. يعني رحت لقيت بقى دي ايه كبيره في صغيره كده، مفيش يعني كلها صغيره. فقلت مش مشكله برضو، يعني مش كبيره قوي، هتنفع للطبيخ برضو. اما تيجي تشتري بقى الباميه، بصي تقطمي الحرف بتاعها من تحت كده زي ما شفتي. لو اتقطمت معاكي يبقى دي ايه حلوه. لو بتشد معاكي كده يبقى دي الباميه دي مش حلوه، يعني ما تاخدهاش. هنغسلها برضو زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه في اي حاجه تغسليها، خضار يعني لحوم اي حاجه، لازم الشطفه الاولانيه دي قبل ما تشتغلي فيها، قبل ما تبداي تغسليها اصلا. بصي اللي نزل منها
يعني انا بستغرب في ناس بتشتري الباميه في السوق وتديها لحد يقمعها لها، بتبقى مثلا مش فاضيه ولا وراها شغل ولا حاجه. ازاي تتقمع يعني من غير ما تتغسل يا بنات؟ يعني لازم طبعا تتغسل الاول وتسيبيها لما تنشف وبعدين تقمعيها. تتقمع كده بالمنظر ده من غير ما تتغسل ولا حاجه، وبعدين تجيبيها بقى تقولي ما انا بجيبها بغسلها؟ لا، تغسليها ازاي بعد ما تتقمع وتعمل بقى معاكي عرق وبرده مش هتكون نظيفه. بصي بقى كده تتقمع برده بنفس الطريقه كده، تاخديها من فوق كده بدوران بالسكينه وتشقيها وتشيلي الحته اللي في النص بس، مش هنعملها بقى حلقات عشان دي للطبيخ. الويكه بس اللي بتتعمل حلقات. هتعمليها كلها بالشكل ده كده. والباميه يعني الواحده اللي تلاقيها كبيره شويه اعمليها نصين اهي زي دي كده، عادي تبقى حلوه برده في الطبيخ ومش هيبقى فيها اي مشكله. انا يعني هي هتبقى اسرع من كده، بس انا ببطئ لكم الكاميرا عشان اوضح لك بيتعمل ازاي. بس هي بتاخدش وقت خالص والله يا بنات. هكمل بقى كده الباقي. بصوا خلصتها كده بالشكل ده. في ناس كتير بقى بتعمل الباميه ازاي، بتغلي لها ميه وتحطها في ميه مغليه وبعدين تطلعها على ميه ساقعه والكلام ده. انا ما بعملهاش كده خالص، انا بقى بشيلها زي ما هي كده، خلاص اتقمعت كده ونشفت مفيهاش ميه خالص ولا اي حاجه. بعبيها بقى في الاكياس كده، لانك انت محطيها في ميه سخنه وطلعيها تحطيها في ميه ساقعه، انت كده نزلتي طعمها كله وفايدتها في الميه. يبقى احنا عملنا ايه؟ هتلاقي الباميه بعد كده ملهاش اي طعم ولا فايده طبعا. فكده هنشيلها في الفريزر. والله بشيلها بتقعد معايا ب6 شهور وب7 شهور بالمنظر ده، وتطلعيها تبقى كأنك لسه جايباها وتبقى صبحه ومن غير سليق ولا حاجه. هي كده كده اصلا الفريزر بيخلي الحاجه يعني ايه زي المسلوقه كده شويه. لما تقعد الحاجه فتره في الفريزر بتلاقيها كده ايه زي المسلوقه. فما فيش داعي خالص للميه السخنه والكلام دوت. عايزه بقى اقولك برضو على اللحمه المفرومه. بصي ده كده انا كده جبت كيلو، فطبعا انا هعمل منه كذا حاجه، فمش هينفع اشيله كله على بعضه، ولما عاوز منه اطلعه عشان اخد منه جزء وارجع اشيله تاني، يقعد بقى يفك معانا ويرجع يتجمد تاني، فطبعا كده هيفسد معاكي. انا قسمته بالشكل ده كده، هاخد الجزء الكبير ده عشان اعمله حواوشي، والاربع اجزاء دول هخليهم بقى ايه، اعمل منهم مثلا اعصج منهم لحمه للجلاش للرقاق، اعمل منهم طاجن اي حاجه. وطبعا بنزود الكميه كده بحاجات، اما اجي اعملها بقى هقولك بنعملها ازاي. المهم ايه، هتشيليها كلها بقى بالطريقه دي كده. بصي اكياس كده وتفرديها في الكيس زي ما انا بفرد كده على قد ما تقدري. رققيها خالص. ليه بقى؟ عشان لما تيجي تطلعيها تعمليها تفك معاكي بسهوله. لو حطيتيها في اخر الكيس كده تطلع كتله على بعضيها كده هتبقى صعبه اما تيجي تفك. فممكن تبقي مستعجله عليها، حد جالك على غفله محتاجه ان انت تعملي اكله سريعه، فكل ما تفرديها في الكيس كده هتسهل عليكي انها تفك بسرعه. في ناس بتحب تعصجها وتشيلها متعصجه، بس انا عشان زي ما قلت لكم انا هعملها مثلا مره حواوشي، مره للطاجن، مره هعصجها للرقاق، فانا لسه مش يعني ما استقرتش انا هعملها ايه، على حسب ما الولاد يعوزوا يعني. المهم كده انت هتطلعي ايه الكيس على قد الطلب على طول، مش هتطلعيها بقى تفكيها كلها وتاخدي منها والكلام ده. وبعدين برضو هي يعني سهله، لو هتعصجيها او هتعمليها كفته هي متاخدش وقت خالص. تمام كده يا بنات. دي كده كانت افكاري النهارده، ويا رب تكون عجبتكم وتكوني استفدتي معايا. واستنوني بقى في الفيديوهات اللي جايه، هنعمل اكلات كتير بالتفاصيل للناس المبتدئه لسه، يعني اعتبروها كده سنه اولى طبيخ، وان شاء الله هتستفادي معايا كتير. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي الشير واللايك، ولو ما اشتركتيش اشتركي عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.